مقاومة الانسولين؟ وايه هو الانسولين اصلا وبيعمل ايه في الجسم؟ وهل لو انا عندي مقاومة انسولين معناها ان انا مريض سكر ولا مش شرط؟ وهل لازم اكون اوفر ويت علشان يجيلي مقاومة انسولين او اكون في سن معين ولا ملهاش علاقة وممكن تيجي لاي حد في اي وقت؟ وهل لو جت دي حاجة بتبقى permanent ولا reversible وممكن تتعالج عادي؟ هنتكلم على كل الحاجات دي النهاردة في الفيديو. انا دكتور امنيه غرياني والنهارده هنتكلم على مقاومه الانسولين. اول حاجه، ايه هو الانسولين؟ انا لما باكل اي حاجه بالاخص الكربوهيدرات بتتحول في جسمي لجلوكوز. الجلوكوز ده بيفضل يمشي في الدم ملوش اي لازمه لحد ما يوصل للخليه ويدخل جواها، ساعتها بتبدا تطلع ATP او طاقه علشان تعمل الوظيفه بتاعتها. البنكرياس اول لما بتحس بوجود الجلوكوز ده في الدم بتفرز هرمون الانسولين، وده كانه المفتاح اللي بيفتح الباب للجلوكوز عشان يدخل جوه الخلايا. طيب لو انا عندي مقاومه انسولين، هل البروسيس دي ما بتحصلش؟ لا، بتحصل. الكربوهيدرات بتتحول لجلوكوز عادي جدا، والبنكرياس بتفرز الانسولين عادي برضو جدا، بس ساعتها الانسولين مش بيعرف يدخل الجلوكوز جوه الخلايا. ساعتها البنكرياس بتفرز الانسولين بكميات كبيره قوي عشان تقدر تدخل الجلوكوز جوه الخلايا. ايه المشكله لما الانسولين يزيد في الدم؟ او ايه الاضرار اللي ممكن تحصل من مقاومه الانسولين؟ بيحصل 3 حاجات. اول حاجه ان الانسولين ده عباره عن انابوليك هرمون، فطول ما هو موجود في الدم الجلوكوز بيفضل يتحول لدهون. الدهون دي طبعا بتتخزن في اماكن غير مرغوب فيها زي البطن والوسط، وده طبعا بيسبب زياده في الوزن. تاني حاجه هي ان طول ما الانسولين موجود في الدم الدهون اللي متخزنه في الجسم عمرها ما بتتحرق، فحتى لو انا ماشي على نظام دايت عمري ما هنزل في الوزن وعمري ما الدهون دي هتتحرق طول ما انا مش بعالج مقاومه الانسولين. ثالث حاجة وهي ان انا بدخل في فيشس سايكل كده مش بتخلص، ان عملية تحويل الجلوكوز لدهون مع عملية الهضم الاتنين بيكونوا مرهقين قوي على الجسم وبيحتاجوا طاقة كبيرة جدا. عشان كده الجسم بيحس ان هو جعان وستاربنج ان هو ياخد اي حاجة تديله طاقة، والحاجة دي بتبقى في الاغلب كربوهيدرات سواء سكريات او نشويات، فساعتها بتتحول برضو لجلوكوز فالانسولين بيزيد تاني، فساعتها الجلوكوز ده بيتحول لدهون ونفضل في السايكل دي مش بتخلص. هي اسباب مقاومة الانسولين. اسباب مقاومة الانسولين هم حاجتين اساسيين. اول حاجة الكربوهيدرات الكتير. احنا قلنا الكربوهيدرات تقريبا بتتحول بالكامل لجلوكوز، البروتين بتحول بنسبة متوسطة، الفات بتتحول بنسبة قليلة جدا، لكن الكربوهيدرات هي اكتر حاجة بتتحول لجلوكوز بنسبة كبيرة جدا. فلو انا باكل كربوهيدرات كتير الموضوع ده يسبب مقاومة الانسولين علشان بيفضل معلي الجلوكوز بنسبة كبيرة قوي في الدم، فبالتالي بيزود الانسولين بنسبة كبيرة. وتاني حاجة ان انا بزود الفريكونسي بتاعة الاكل، يعني انا باكل الوجبة بتاعتي بعدين اشرب عصير بعدين اشرب نسكافيه بعدين اخد سناك بعدين اكل الشوكولات بعدين اكل وجبة تانية. كل الحاجات دي بتخلي ان الانسولين مش عارف ان هو ينزل. كل ما باكل حاجة بفضل بعلي الجلوكوز وعلي الانسولين، مش بخليهم ينزلوا بالنسبة الطبيعية او اخلي البروسيس دي تمشي بنسبة طبيعية. علشان كده اي حد بيعمل الحاجتين دول ايا كان سنه ايه ممكن يكون عرضة كبيرة جدا ان هو يحصل له مقاومة انسولين، وممكن ان هو يكون جسمه كله مظبوط وكل حاجة بس بيلاقي ان محيط البطن عنده او محيط الوسط عنده كبير ومش بينزل. علشان كده مش شرط ان الشخص يكون اوفر ويت علشان يكون عنده مقاومة انسولين، ممكن حد يكون رفيع عادي ويبقى عنده مقاومة انسولين وتفضل تزيد ويزيد في الوزن لحد ما يبقى اوفر ويت. طيب نيجي بقى للسؤال بتاع هل انا كده مريض سكر؟ الإجابة طول ما البنكرياس بتقدر إن هي تسيطر على نسبة الجلوكوز في الدم وبتعرف إن هي ترجعه تاني للطبيعي أنا كده ما بقيتش مريض سكر. بس معنى إن الأنسولين زيادة عندي في الدم إن أنا كده في فيز اسمها بري دايابيتك. أنا لو فضلت كده ومعالجتش مقاومة الأنسولين دي هتحول لشخص دايابيتك أو هيجيلي مرض السكر. هل دي حاجة أقدر أعالجها ولا دي حاجة permanent؟ الجميل في الموضوع إن هو حاجة reversible وممكن ان انا اعالجه عادي جدا لو ظبطت الحاجتين اللي هما السببين الاساسيين لمقاومة الانسولين، وهي ان انا اقلل الكربوهيدرات واقلل الفريكونسي بتاعة الاكل. ان انا اقلل الكربوهيدرات مش شرط ان انا امنعها خالص، بس ان انا انزلها اتليست 50 جرام في اليوم،
وان انا اقلل الفريكونسي بتاعه الاكل، ان بدل ما كنت باكل كل نص ساعه او باكل كل شويه، لا بزود الجاب وباكل اتليست كل 3 ساعات عشان ادي فرصه ان الانسولين ينزل براحته والجلوكوز ينزل براحته والبروسيس بتاعه الهضم دي كلها تمشي على مهلها. لو عجبكم الفيديو please like, share and subscribe for this channel to watch more videos.